بسم الله. وأول حاجة أحب أبدأ بيها الصلاة على سيدنا محمد. وما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب واشتركوا في القناة. ويلا فعلوا رمز الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وعيلتنا تكبر معاكم. وما تنسوش رأيكم في الكومنتات. ايه يا رنا، اتأخرتي كده ليه؟ وبتضحكي على ايه كمان؟ عادي يعني يا خالته، مفيش حاجة. عادي؟ عادي ازاي يعني؟ وبعدين هي فين رنا؟ رنا، انتي فين يا بنتي؟ نعم يا طنط، انا هنا. عايزة حاجة؟ مالك؟ في ايه؟ انا حاسه ان في حاجه. في ايه يا ولاد؟ فهموني في ايه؟ في في ان ابن حضرتك يا طنط طلع مش قد الامانه، وبيطلع اسرار بيته ومراته بره. ايه ده؟ في ايه؟ انا سامع صوتك من تحت. انت بتزعقي كده ليه؟ تعالى يا خالد، شوف مراتك عماله تزعق وتبهدل فينا. بس يا رنا يا بنتي اسكتي، ما تتدخليش ما بينهم. ما تردي عليا. في ايه؟ في انك مش راجل ومطلع اسرار مراتك بره لبنت خالتك يا استاذ. اسرار ايه يا ستي؟ هو بيشتكي من كتر اللي شافه، قصدي اللي ما شافوش. بس يا رنا، ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ جرى ايه يا خالته؟ هو انا قلت حاجه؟ ده ليه وليه؟ انا بس بقول لها انتي سايبه جسمك كده ليه؟ ما تروحي تعالجيه عشان ما يبصش بره. والله يا بنتي انا ما خالد حكالي، قلت له ما يصحش يا ابني تقولي الكلام ده كمان. هو انت حاكي لمين تاني كمان؟ وانت ايه اللي مضايقك؟ ما هي عندها حق بتنصحك، غلطانه هي يعني؟ بتنصحني؟ اه. ويا ترى بقى انت حكيت لها امتى؟ يوم ما كلمتها يوم فرحنا في التليفون وقلت لها حصليني على الشقه. وانتي خلي نصيحتك لنفسك، اتفضلي اطلعي بره بيتي، مش عايزه اشوف وشك تاني. بيت؟ بيت ايه يا ام بيت؟ اولا ده بيت خالد. جرى ايه يا خالد؟ انت سامعني؟ انا ومامتك بنطرد من البيت وسايبنا كده؟ اولا انا طردتك انتي، ما طردتش طنط. طنط على راسي، مالكيش دعوه بيها. انا بقولك انتي قومي اطلعي بره. بس بقى يا رنا، قلتلك اسكتي، ما تتدخليش ما بينهم. شقة ايه وزفت ايه؟ اتفضلي تعالي معايا تحت. استني يا رنا، استني يا ماما. بقولك ايه، انت بتتكلمي بصفتك ايه؟ انت مالكيش حق هنا. الشقة دي شقتي، وانا اللي اقول مين اللي يقعد ومين اللي يمشي. بقى كده؟ طب بقولك ايه، ست رنا دي لو ما خرجتش دلوقتي بره البيت انا اللي همشي وهتطلق كمان. في 60 داهية المركب اللي تودي. بقى كل ده يحصل يا رؤية؟ بقالك 6 شهور متجوزة ومخبية عليا ان جوزك ما لمسكيش؟ ليه كده يا بنتي؟ ليه تدي بالإهانة كل ده؟ أعمل إيه بس يا ماما؟ كان عندي أمل إنه يتغير وأحافظ على بيتي. لا يا بنتي، جوزك ده من النوع اللي ما بيتعدلش ولا يتأمن على حاجة. الحمد لله حصل الطلاق ونزلت اشتغلت، وأخيرا حسيت اللي لقيت نفسي وتعرفت على رأفت جوزي. دلوقتي إنسان محترم قدرني، وقبل الجواز أنا حكيت له على كل حاجة، وقال لي أنا بحبك لشخصيتك ولأخلاقك. والحمد لله دلوقتي معانا ولد وبنت زي القمر، وعايشين حياة هادية، والآثار اللي كانت في جسمي اختفت خالص. وكل ده رأفت جوزي عمره ما حسسني بأي نقص أو عيب فيا. نسيت أقول لكم، خالد عرفت إن هو اتجوز، بس للأسف مراته سابته، لأن في يوم وهو في البيت لوحده البوتاجاز فرقع في وشه، اللهم احفظه، وساب أثر جامد. فمراته قالت له أنا مش هقدر أعيش معاك ولا أشوف وشك كل يوم بالمنظر ده. سبحان الله، كما تدين تدان، اللهم لا شماتة. وبكده خلصت قصتنا، بس لسه حكايتنا ما انتهتش. استنوني في قصة جديدة. بحبكوا قوي.